شاركت الفنانة رانيا منصور متابعي حسابها الخاص بموقع انستجرام صور جديدة من أحدث ظهور لها. وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جريئة ارتدت فستان مكشوف باللون الأخضر، وانهالت عليها تعليقات من المتابعين وجاءت كالتالي: حلوة بس الفستان جريء شوية، منورة الدنيا، لذاذة، جمال ودلال. يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات وإخراج خيري سالم. رانيا منصور ممثلة مصرية ولدت في الجيزة، بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب الفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال. درست في كلية الآداب، ولها أخت توأم تدعى نورهان، شاركت معها في بعض الأدوار منها في مسلسل نصيبي واسمتك، مسلسل 7 أرواح، وتتشابه ملامحهم مع بعض حتى أن البعض لا يفرق بينهما، وتعمدت لقص شعرها للتخلص من الشبه الكبير بينهما. شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة. أطلت هند عبد الحليم مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم جريء ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. هند عبد الحليم ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة عام 1993. شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، شاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار. وبدأت الفنانة هند عبد الحليم أولى خطواتها الفنية بمسلسل الكابوس بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، مرورا بعدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة والتي تعاونت خلالها مع كبار نجوم الدراما. وكان آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل أزمة منتصف العمر الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الشهيرة، وقدمت فيه دور مميز إلى جانب عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور،